حبيت واحدة وضحيت بكل حاجة عشانها، وفجأة باعتك بكل سهولة ومن غير أي مقدمات. حبيتي شخص من كل قلبك، غدر بيكي وتخلى عنك، مش عارفة تنامي من الوجع ولا عينك عارفة تغمض. بتصحى مش قادر تاخد نفسك من كتر ما انت حاسس بظلمهم ليك. حسيت بالقهرة والوجع منهم ونادم على كل حاجة انت عملتها معاهم، وعايز تنتقم لنفسك، عايز تشفي غليلك منهم، عايزاه يحس بالقهرة اللي انت حاسة بيها دلوقتي. بتتمنى حقك يرجع لك وتوجعها زي ما هي وجعتك. تعالى أقولك على أسوأ عقاب ممكن تعاقب بيه الشخص اللي غدر بيك وتخلى عنك. أسوأ عقاب ممكن تعاقب بيه شخص كسرك ووجعك هو مش إنك تهينه أو تكرهه، لا 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 خالص. أسوأ عقاب هو إنك ترجعه لنقطة البداية، إنه يبقى شخص غريب ملهوش أي قيمة عندك، ملهوش أي وجود في حياتك. مش بس كده، ده كمان ملهوش أي فرصة في الرجوع، ملهوش أي صلاحية عندك أبدا. خلي بالك، الشخص الغريب اللي انت بتتعامل معاه بشكل عادي، الشخص ده عنده فرصة انه ممكن يبقى قريب في يوم من الأيام، لكن الشخص ده هو خلاص استنفذ كل الفرص بتاعته. فأسوأ عقاب هو انك تحرمه من كل صلاحياته من غير ما تهينه. اصل انت شخص متربي، انت شخص محترم، وانه كمان مش يبقى بس شخص على الهامش، لا لا لا، بعد ما كان هو كل حاجة في حياتك، بعد ما كان هو محور حياتك، لا ده الأسوأ من كده كمان، إنه يكون عارف إن أي عابر سبيل، أي شخص عادي ممكن يكون ليه فرصة عندك أكتر منه هو شخصيا، ليه فرصة في إنه ياخد مكانه أو اللي كانت مكانه في يوم من الأيام. صدقني الإهانة والخناق مفيش أسهل منها، بس العقاب الأرقى الأفضل الأشيك اللي يخليك تكبر في نظر أي إنسان هو إنهم يحسوا إن أنت بطلت تشوفهم أصلا، بطلت تشوفهم زي ما كنت بتشوفهم زمان. ببساطة كده هما وقعوا من نظرك، وإن أفعالهم وتصرفاتهم طفتهم في عينيك، ما بقتش شايفهم أصلا، ما بقتش حاسس بيهم أساسا. مارك توين قال: أنا لا أنتقد بل أعيد الشخص غريبا كما كان. عشان كده اسمعها مني، ما تديش لأي حد أهمية أكتر من اللي يستحقها. خلي دايما عقابك هو انسحابك، خلي دايما عقابك هو إنك تمشي وتسيبهم. كفاية كفاية إن أنت هتحرمه من نعمة وجودك في حياته. حس بنفسك وبقيمتك، لازم تصدق إنك نعمة كبيرة قوي في حياة أي شخص، واللي بايعك هو الخسران. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. اما بقى لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك دلوقتي حالا عشان يجيلك كل جديد.